هل الموضوع متعلق بالسن؟ بنشوف حالات سكوليوزس او اعوجاج عمود فقري في الاطفال وفي الكبار. والله احنا بنقسم الاعوجاج بناء على السن لثلاث مجاميع كبيره. المجموعه الاولانيه اللي هم الاطفال اللي هم تحت السن 10 سنين، وده بيبقى مشكلته ان الاعوجاج ده بيزيد بسرعه، ممكن ياثر على ويعمل مشاكل كبيره منها وظائف التنفس بتاع الطفل وقدرته على المشي بصوره طبيعيه وكده. فده بيبقى عايز اهتمام وعنايه بصوره مركزه، اللي هو الايرلي اونست سكوليوسيس. في مجموعه تانية اللي هو بيظهر في وقت المراهقه، وده بيجي حوالين سن البلوغ، بيجي اكتر في البنات من الولاد. وده بيبقاش موجود في سن صغير، لكن بيظهر يعني وقت البلوغ ده. وده اللي احنا بنقول عليه adolescent idiopathic scoliosis. وده برضو في بعض منه حالات بتزيد جامد، في حالات بتبقى متوسطة. وفي المجموعة الأخيرة اللي هي الأدلت سكوليوزس أو في كبار السن، وده عادة بيبقى لناس في كبار السن فوق 40-50 سنة. وده نتيجة تآكل في الفقرات مع الوقت والسن، وابتدى تآكل في الغضاريف، فالعمود الفقري يبتدي يحصل له تخلخل واعوجاج. وده عادة بيبقى مصاحبه يا إما ضيق في القناة العصبية، يا إما ألم في الظهر، يا إما التهاب في الأعصاب. فبيبقى ليه شكل آخر من العلاج برضه.